5 أخطاء قاتلة للزمالك في مباراته الأخيرة أمام مودرن فيوتشر تسببت في الهزيمة، وكان من الممكن تفاديها. 1. عدم خروج محمد عواد من مرماه لحظة انطلاق لاعب مودرن رغم أنه كان يرى فراغ المساحات أمام مرماه وكانت الكرة قريبة منه، وإذا تقدم خطوتان كان سيسبب ارتباك لاعب مودرن ولن يتمكن بتسديدها بقوة وإتقان وتركين كما فعل. 2. دونجا لاعب الوسط قد ترك دوره الأساسي في الضغط على اللاعبين وغير اتجاه جسده إلى اليسار قليل، مما ساعد لاعب مودرن على المرور من وسط 2 لاعبين ومرر الكرة بكل سهولة. 1. 3. خروج مصطفى شلبي وأيضا سيف الجزيري، وهم أكثر لاعبين قدرة على استلام الكرة تحت ضغط وتمريرها إلى الإمام، ولا تنسي شلبي ومراوغاته السحرية التي تجعله أمام مرمى الخصم فلا يجعل أجنحة وباكات الفريق المنافس يتقدم ولو لهجمة. 4. اعتمد جروس على الكرات العرضية بعد نزول ناصر منسي بالرغم من أن سيف الجزيري هو الأكثر إجادة لضربات راس مقارنه بناصر منسي. 5. شرطة سفلية لأحمد سيد زيزو لم يعد يلعب بروح الفريق كما كان، فموضوع التجديد والعروض أخرجه عن تركيز وأصبح يلعب من أجل عمل أهداف شخصية وإنجازات فردية له.